ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بكم معانا في فيديو جديد وشقه جديده. وشقه النهارده كده زي ما حضراتكم شايفينها، شقه كده من مدخل كده العنوان بيبان زي ما بيقولوا، شقه في منتهى الشياكه، من اجمل الشقق المصريه اللي ممكن تشوفوها. تشطيب، الوان، ديكور وعفش. بصوا بقى الجمال، والطله الاولى بتبان. حطونا لايك في الفيديو النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا. كل فيديو باذن الله تخرجوا منه بفكره جديده في الديكور، في الترتيب، في استغلال المساحات، في تنسيق الالوان. بصوا هنا الشقه طبعا مساحتها ما شاء الله 225 متر، فالمساحه طبعا مساعده للتشطيب والتفاصيل دي. الشقه دي تشطيب الشركه الهندسيه ارت ديزاين. الشركه بتستلم الشقه منك على المحارة أو الطوب الأحمر، وبعدين بتشطب بقى دهانات، تغفيق، سيراميك، سباكة. كل التفاصيل دي بيعملوها. هما غالبا بيستخدموا بورسلين وسيراميك هندي، والجوهرة، وكابلات سويدي، كابلات كهرباء. وحتى العفش بيختاروه طبعا بالتنسيق مع العميل. سفرة سيمبل جدا، وعليها فازة كريستال مفيش فيها تفاصيل. بصوا التابلو على الفوتيه اللي تحته باللون الجراي. الجراي طبعا من الالوان الحلوه جدا، والموضه بتاعتها ما بتقدمش، بتلوق على اي دهانات، اي سجاد، اي ستاير. من الالوان اللي بفضلها جدا الجراي والابيض، يعني لونين اساسيين جدا في كل تفاصيل العفش. بصوا هنا البوفيه او البار زي ما بيسموه بقى، تحفه سيمبل جدا، عليه مرايات مختلفه. داخل هنا في السفرة استانلس، في رجلين برضو البانكيت برضو استانلس. بصوا بقى الطابلوهات دي وكتير جدا. هنا بتبقى الطابلوهات هاند ميد، بتبقى حلوة جدا مختلفة، بتحسي ان بيتك فيه طابلو مختلف اهو. بصوا هنا انتري مودرن، داخل اللون الجولد برضو مع الكوشنز باللون الفر. ستارة وبرقع سيمبل جدا، وده المفضل يا بنات. لو هتجيبي هاتي حاجات شوفون محتاجة. لو قلموتها هتقلي يبقى حاجة تقيلة من غير تفاصيل كتير في البرقع، لانه متعب جدا ومزعج. بصوا بقى هنا الانتريه باللون الاسود. انا مش بحب الالوان الغامقة، بس حلوة قوي مع الجولد مع الطابلو، مع لان الحيطان فاتحة. برضو وجود الزرع ورجلين الستانلس الجولد عطيه شكل حلو وفخامة للانتريه. الجبسون بوردو بصوا الوانه درجات الجراي فاتح في غامق، درجة بس في النص كده فانيلا، والنجف. اكتر من كده بقى مودرن مفيش، سيمبل قوي. هنا الترابيزة برضو اللي في الانتريه هنا، الاولاني اللي باللون ال- اللون درجات البيج برضو استانلس. اتفضل، لو هتجيبي حاجه استانلس هاتيها عموله. مصانع دلوقتي كتير جدا بتعمل الترابيزات دي، بلاش الترابيزات الاستانلس الصيني، متبقاش كويسه. طبعا ارت ديزاين بيفتح التعاقدات 3 مرات في السنه، في شهر واحد وفي شهر 6، مش فاكره الشهر الثالث. فعشان كده الناس اللي كتبوا لي في الرسائل، هو مش دايما بيرد على الرسائل الا وقت فتح التعاقد، ما عدا الناس اللي بتبقى اساسا عملاء او هم متعاقد معاهم قبل كده وعمل لهم شغل. فدول من حقهم، لهم حق ان هم في اي وقت يفتح لهم التعاقد. ارت ديزاين ليه نظام في التشطيب، عشان كده بياخد في فترة معينة، في 3 شهور في السنة، وبعد 3 مرات في السنة بيفتح، وبياخد الكمية اللي ياخدها وبعد كده بيقفل. لأن بيشتغل في كل أنحاء الجمهورية، وشغله زي ما حضراتكم شايفين مميز. بياخد الحاجة من ألف لياء، ديكور، كهرباء، أساس، عفش، سجاد، سباكة، صحي، كل الكلام ده هو اللي بيعمله. كابلات كهرباء، وبيعمل كمان نظام سماعات لكل البيت. هنا بصوا هنا الريسبشن تحفة. الركنة دي برضو باللون الجري، اللون الجري اسفة، من الالوان المحببة جدا ليا. المكان مش كبير بس الركنة كبيرة، فيقعد عليها عدد كبير. كمان لو لاحظتوا ان القعدة بتاع الركنة عريضة، فممكن حد ينام عليها مفيش مشكلة. بصوا هنا الفواصل اللي هو عاملها بالازاز وعليها رسومات حلوة جدا، افضل من الفواصل الخشب، وافضل كمان من الفواصل الاستانلس، لان الشكل كمان بيديلي شكل جمالي. هنبدأ ندخل هنا كده في اوض الاطفال. بصوا الاوضه تحفه، حلوه قوي ومودرن، حلوه قوي، ومش بتحسي ان انت مربوطه بيها ان هي تبقى اوضه اطفال. يعني الولاد لو كبروا او في سن مراهقه بتحسي ان هي تتناسب معاهم. تفاصيل حلوه جدا. بصوا هو سرير كبير، وراه الخلفيه اللي وراه حلوه، مع اضاءه حلوه، شيك جدا. ما عدا بس الدباديب والحاجات دي ممكن تتشال. يعني لو هعمل أوضة أطفال يفضل إن أنا مرسمش على الحيطان أطفال أوي. بصوا كمان هنا المراية حلوة جدا، فكرة المراية الكبيرة موسعة الأوضة وعاطية عمق الأوضة. الدولاب كمان تحسيه إن هو جزء ديكوري أكتر منه دولاب، معمول بكيرف كده فمستغل المساحة صح. طبعا بيفرق جدا لو انت بتأسسي الخشب بتاعك على المساحة. هنا مكتب بتقفيلة فوقه شكلها شيك قوي. ارت ديزاين بتعمل معادلة صعبة، ان هي بتعمل لك الخشب بالمقاسات،
على المساحة بتاعتك. والسجاد ده حلو قوي يا بنات، ولا بيبقى جزء حوالين السرير كده، ميبقاش تحت السرير كله، فبيبقى حلو قوي. تدخل بقى في الريسبشن، احنا خارجين كده نبص له تاني كده مع الجبسون بورد والتفاصيل اللي فيه. كده الريسبشن كله باين اهو. بصوا جمال البورسلين، بورسلين هندي والجوهرة، هما الاتنين دول بيجيب اعلى حاجتين. بصوا بقى المطبخ، مساحته، المطبخ طولي، الأجهزة الكهربائية كمان ارت ديزاين اللي بيجيبها ويحددها. طبعا لو العميل محتاجة حاجة معينة هو بيجيبها. بصوا شكل المطبخ تحفة، تقفيلات لفوق عشان تستغل المساحات من فوق. ندخل بقى نشوف الحمامات ونشوف اوض النوم والماستر. ادي حمام بارت ديزاين بيعمل اكتر من حمام في الشقة طبعا، خاصة لان المساحة عندي كبيرة فتستحمل ده. سامحوني بقى مقصرة بقالي فترة في الفيديوهات، عاوزة تشجيع منكم حلو، كومنتات حلوة عشان نرجع بقوة ونجيب شقق تانية. اكتبوا لي بقى، انا بحس ان بتحبوا الشقق المصري اكتر، هل تفضلوا اجيب لكم الفترة دي شقق روسية وشقق لسيدات تركية وشقق من دول عربية وامريكا، ولا حابين الشغل المصري فقط؟ اكتبوا لي في الكومنتات عشان ان شاء الله الفترة الجاية نبدأ نحدد الشقق اللي حضراتكم عاوزينها. ادي اوضة نوم تانية. بصوا الدولاب، الرسمة اللي على الدولاب مختلفة، مميز قوي ارت ديزاين ده. دي اوضه نوم اطفال برضو، مش تحس ان هي اطفال، بتحس ان هي شبابي. تناسب المساحه هنا مش كبيره، بس هو عامل السرير بالظبط، مع شاشه، مع جزء رف كده فوقه اهو. جبسون بورد مختلف. السرير من تحت متنجد، الاتنين كومود في النص في بعض هنا. شايفين شكل الباب كمان عامل ازاي. استنى الاوضه الماستر، ودي الكوريدور الرباط اللي بقيه الاوض. ده حمام رئيسي اهو. بصوا اهتمامهم حتى بتشطيب الحمام، في التفاصيل اللي فيه، في الرخام اللي فيه، تحفة، مع كابينة شاور. معظم الحاجات دي دفن السيراميك الأسفل صحي، والحاجات دي بالاستشعار والتاتش. دي الأوضة الماستر بقى، شوفوا جمال الأوضة الماستر، مفيش جمال أكتر من كده. مساحتها حلوة جدا، التسريحة الأسود في الجري تحفة. المشايات شاج، السجاد شاج. طبعا الشاج مش عملي قوي، لكن كل ما تعلي في سعره بيبقى أقوى وأفضل، لكن الشاج اللي سعره مش عالي ما بيبقاش حلو، مبيبقاش عملي. بصوا السرير والوردة اللي فيه، شايفين جمال أوضة النوم تحفة، أوضة فندقية حقيقي. العروسة دي وحيد باباها، فاعمل لها حاجات حلوة جدا في الشقة. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، ولو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش دعمكم للقناة بلايك وكومنت وسبسكرايب. اتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة، ومستنية تعليقاتكم الجميلة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.